اهلا وسهلا بيكم. طبعا الفريق اتحول جدا بعد نزول قفشه وكهربا في الشوط الثاني. كان لازم نشوف الاهلي يسجل في الشوط الاول، ولكن لم يوافقه الحظ. شفنا نادي سيراميكا كليوباترا كان ضاغط على الاهلي في اول المباراه، ولكن تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ بعد انتهاء مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0. الهدف الاول محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقه 79، والهدف الثاني وليد سليمان في الدقيقه 96. في بدايه الفيديو بعد اذن حضراتكم اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. سيد عبد الحفيظ يقصف الجبهات بين المتصدر والطموح في اخر الجدول. الاهلي قيمه لاي حد وغير موقف جيرالدو. طيب، وليد طبعا وشريف محمد كان هيجيب جونين. علي معلول النهارده عمل مباراه كبيره جدا، ده كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ. كان في فرصه كويسه جدا لشادي حسين نجم سيراميكا. طبعا في دكه بدلاء النادي الاهلي الشوط الاول الاهلي مسيطر بنسبه 64 65%، هو الاقرب على منطقه الجزاء. جات له فرصه واثنين، ولكن الشوط الثاني فرص كتير جدا للنادي الاهلي وهنعدهم فرصه فرصه. النهارده مستحيل الاهلي يجيب هجمات بكميه الهجمات اللي شفناها النهارده، وفي جون احتسب هدف وهو تسلل هنشوفه مع بعضينا. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان النادي الاهلي مش بيفوز بالحكام زي ما بتقول، وادي الاهلي متصدر الدوري ولكن نادي الطموح في اخر الدوري. ماذا حدث؟ اللي حدث ان الكواليتي بتاع اللعيبه اللي في نص الملعب ضعف جدا. اللي بيقدر يعمل التمريرات الحاسمه نزل في الشوط الثاني اللي هو قفشه، وده كان المفروض في بدايه المباراه ينزل قفشه، لكن قفشه نزل متاخر، ولكن الحمد لله تم نزول قفشه ووليد سليمان وقدروا يسجلوا هدفين للنادي الاهلي في وقت وجيز جدا، ووقت النادي الاهلي كان محتاج فيه هدف. قدروا يمكنوا الفرص لهدف. كان كهربا وقفشه وليد سليمان كانوا مرتبين مع بعض، كانت مباراه قويه جدا. اللعيب يعني قفشه شايف الملعب بشكل كويس جدا، بيعرف يعمل تمريره كمان. كهربا بيعرف يستغل وياخد حركات وخطوات بعيدا عن بيعرف يفضي نفسه. حركات حاسمه وفي الوقت المناسب اللعيب اللي بيبقى في السكه. لذلك قفشه عمل الكوره بشكل كويس. الشوط الاول كان الاهلي ضايع، حتى في الشوط الثاني الاهلي ضيع فرص كتير جدا. بالظبط النادي الاهلي معدودين في الدقيقه مثلا الدقيقه 55 قفشه لكهربا واحده ضاعت، واحده تسديده للشحات مقوصه جنب القايم برضو ضاعت، واحده معلول سدد عاليه كان سجل منها كره كويسه. كل دي كانت المفروض تكون اهداف. هي ملعوبه وملعوبه لشريف، ولكن شريف اتحلق لها وعدت وراحت لكهربا سجل منها هدف. قفشه هنا طبعا قفشه عمل التمريره طويله ما احتاجش الا لدقيقتين عشان يسجل الجول الثاني، حاجه طبعا فوق الوصف. لما نمره واحد ينزل في هذا التوقيت وبنفس راضيه ومتحمس ما بيعملهاش اي لاعب، لعيب كبير، ومع هذا نزل بنفس راضيه محترف تماما. عشان كده اتعملت له بشكل كويس. معلول شالها بشكل اوفر خفيف جدا. انا يمكن بيفكرني بالكوره اللي عملها احمد صديق لاسامه حسني في اهلي وزمالك نهائي الكاس. شالها من مسافه صغيره. انا شايف انها النهارده الكواليتي هي اللي زهقت الفريق. علي معلول لما نزله كهربا ولما نزله قفشه عملوا شغل كبير. وليد لما نزل كمان عمل شغل كبير. الحقيقه ده كان واضح الشوط الاولاني النادي الاهلي كان يفتقد طموح، اللعيب الخلاق، اللعيب اللي يقدر يخلق هجمه وكره تكون سلسه. يعني كنا محتاجين في الشوط الاول ان يكون في تمريرات صح، ويكون في لعيبه تقدر تستغل التمريره والاوفرلاب اللي هيتعمل له ويقدر يسجل منه هدف، ولكن ده كنا فاقدينه في الشوط الاول. لكن مع نزول قفشه وليد سليمان وكهربا قدرنا نحقق جزء من الكلام ده وسجل هدفين. طبعا الهدفين سجلوا لان اللعيبه نزلت فاهمه بعض، بتاخد خطوات وحركه كبيره جدا. قفشه نزل لاعب طموح،
مش زي غيره نزل المباراه مضحكني ان انا مثلا نازل متاخر، المفروض كنت نزلت من بدري شويه عن كده، ولكن قفشه كان راضي جدا عن ادائه وراضي جدا عن نزوله في هذا التوقيت بالذات. في حاجات كتيره موجوده في قفشه. وليد ايضا وعلي معلول ايضا، في اللي بيخلص شفناه برضو في النادي الاهلي، كهربا خلص، محمد شريف برضو انفرد مرتين بالمرمى، ولكن ما حصلش توفيق، ما سجلش النهارده. ده الفرق بينه وبين وليد سليمان. الكرة اللي بياخدها انفراد بيعرف يعمل منها خطوره وبيعمل منها هجمه. كمان فرصه وليد سليمان فرصه مش محتاجه قوي، يعني بيحط باليمين وبالشمال، لاعب كويس جدا، ولاعب بصراحه وليد سليمان من افضل اللعيبه اللي ممكن تلاقيها في النادي الاهلي كاخلاقيا وكفنيا. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، ما تنسوش اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.